الرزق واحد ومحدش رزقه بيزيد ولا بينقص عن حد. ازاي بقى؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم ربنا علينا كتير وكلها ارزاق متقسمة بعدل وحكمة. بص لنفسك وراجع حسبتك هتلاقي روحك واخد حقك بالكامل. واخد حقي بالكامل؟ ايوه. لو فرضنا ان نعم ربنا اللي ملهاش عدد بتساوي 24 قيراط، هتلاقي كل انسان واخد ال 24 قيراط بتوعه كاملين، بس واخدهم مشكلين. مشكلين ازاي؟ تلاقي اللي واخد 10 قراريط مال على 7 صحة زائد زوجة صالحة على 2 علم و4 راحة بال، يبقوا كام؟ يبقى 24. وتلاقي واحد غيره واخدهم 15 بنون و2 مال و1 صحة. ليه ربنا ما وزعش نعمه كلها على الناس كلهم؟ عشان ما يبقاش في حد محروم من نعمة بيتمتع بيها حد غيره. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، حكمته كده يا اخي. يعني ما سعاش؟ اسعى، فليس للانسان الا ما سعى، لكن اسعى بعدل برحمة مش بقطع لحم غيرك. امرك غريب يا اخي. هو انا هضرب حد على ايده؟ ما الدنيا مليانه ناس عماله تبيع في كلاويها وفي شاشه. بيع باطل ضد الشرع والقانون. ليه بقى يا سيدي؟ جسم الانسان له حرمته لانه ملك اللي خلقه، واللي خلقه ما اديناش حق بيعه لا بالجمله ولا بالقطاعه. انا عايز اخلف والعلم بيقول ممكن. انت ليه عايز تيأسني؟ تبقاش ضعيف قدام شهواتك بالشكل ده يا سعيد. شهواتي؟ هو احنا ضامنين نعيش قد ما عشنا؟ قصدك ايه؟ ان انا بين خردة؟ لا يا استاذ، انا ما زلت بكامل صحتي واقدر اخلف 10. ربنا يديم عليك نعمة الصحة وتنول كل اللي بتتمناه.